ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسعاده. حبيب قلبي ركز معايا في الفيديو ده عشان مش هطول عليك، هتكلم معاك كلمتين كده يخصوك ويخص مستقبلك الدراسي، فبعد اذنك اصحى معايا للكلام. طيب بص يا نجم، في طلبه كتيره جدا بتبعت لي وتقول لي يا باشمهندس اذاكر ازاي؟ يا باشمهندس ايه الطريقه الفعاله للمذاكره؟ يا باشمهندس انا بذاكر كتير وما بلاقيش نتيجه لمذاكرتي دي. يا باشمهندس هو انا المفروض انام كام ساعه في اليوم؟ القصه دي ناهيك بقى عن في طلبه كتيره جدا بتحب ايه تعيش الثانويه العامه ان هي تقعد تسال 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 وتعيش لك في دور الضحيه والصعبانيات وتيجي ساعه النتيجه ما تلاقيش. يعني اركن القصه دي على جنب، خلينا نرد على الناس اللي بتسال الطريقه الفعاله للمذاكره او اذاكر ازاي او الموضوع ده. طيب بص يا باشا، انت ممكن تلاقي في طالب بيذاكر 3 ساعات وفي طالب بيذاكر 10 ساعات، وتلاقي ان الطالب اللي بيذاكر 3 ساعات فعاليته ومحصلته اقوى بكتير جدا من الطالب اللي بيذاكر 10 ساعات. طيب ازاي ده يا مستر؟ لا حبيبي مش ازاي، انت عارف كده كويس. انت عارف ان العقل البشري استيعابه يعني بيكون مثلا المعلومات 40 دقيقه 45 دقيقه 50 دقيقه، ويبدا الكيرف بتاع الاستيعاب بعد الفتره مثلا 50 دقيقه الكيرف بتاع الاستيعاب بيبدا يقل. فما تجيش تقول لي والله مثلا انا هجيب الكتاب وانا قاعد بالكتاب ده 10 ساعات. لا حبيبي، انت بعد حماسك هياخدك كده 30 دقيقه 35 دقيقه، يا عم حماسك هياخدك ساعه، وبعد كده كل سنه وانت طيب اي حاجه جايه بعد كده هي كروته. طيب ايوه يا باشمهندس يعني اعمل ايه؟ ما ذاكرش؟ لا حبيبي، انت هتذاكر بس لازم تذاكر بعقل مش بمجهود، ما تبقاش عامل زي الايه زي الطور. بص يا الطريقه الصح للمذاكره والله يا باشا ان في شابتر قدامي والشابتر ده انا محتاج ان انا اذاكره، فالصح يا باشا ان انا بذاكر 45 دقيقه واخد بريك كده لمده 10 دقائق 5 دقائق ماكسيموم ربع ساعه. تمام، ربع ساعه كتير يعني 10 دقائق حلوين قوي. فانا ذاكرت 45 دقيقه وخدت بريك 10 دقائق، وبعد كده اذاكر 45 دقيقه واخد بريك 10 دقائق، اقعد بقى ماشي نفسي في الصاله اشوف اللي ما اعرفش ايه القصه دي، ما اروحش لحاجه تستهلك من وقتي او تاخد من تفكيري، لا انا بمشي نفسي بس كده. فانا الصح الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك ويهديك لنفسك، الصح ان انت بتذاكر 45 دقيقه متواصله ومن ثم تاخد بريك 10 دقائق، 45 دقيقه متواصله 10 دقائق، 45 دقيقه متواصله 10 دقائق. فما يجيش بقى حد يقول لي مستر انا هقعد اهو على الكرسي واقعد اذاكر 5 6 7 ساعات متواصله. مفيش يا حبيبي الكلام ده، محدش بيعمل الكلام ده، ولو بتعمل الكلام ده يبقى انت بتضحك على نفسك وانت بتكروت. فالله يكرمك الصح 45 دقيقه بريك 45 دقيقه بريك 45 دقيقه بريك وهكذا وهكذا وهكذا، وطبق الطريقه دي وواحد ادعي لي لانها طريقه فعاله جدا جدا جدا. انا عارف ان موضوع المذاكره في البدايه متعب، بس هو الموضوع بعد كده هيبقى عاده. يعني معلش هتتكل على نفسك وهتستارت كده وتبدا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، الدنيا هتيجي معاك بعد كده هيبقى موضوع المذاكره عاده، وده عن تجربه. اي حاجه في البدايه بتكون فعلها رخم على قلبك شويه، بس مره ورا الثانيه ورا الثالثه الموضوع بتاع المذاكره ده هيتعود العاده، هيبقى ممكن يوصل بعد كده ان هو يبقى المذاكره ممتعه بالنسبه لك ومتعه بالنسبه لك. يا مثلا انا بنسى بسرعه مفيش حبيبي، انا عايز اكون صريح معاك، كلنا بننسى بسرعه، مش انت بس اللي بتنسى بسرعه. فما تفكرش ان كل الطلبه بقى سلام وانت الوحيد اللي عندك العله وعندك المرض وانت اللي ما شاء الله عليك بتنسى بسرعه. لا يا حبيبي كلنا بننسى بسرعه. انا لو جبت لك اشطر واحد فيكم وذاكر الدرس دلوقتي النهارده السبت، ذاكر الدرس يوم السبت، جه السبت اللي بعديه مش هيبقى متذاكر منه غير 20% حرفيا، و80% طاروا. امال اعمل ايه يا باشمهندس؟ يا حبيب قلبي الصح في التكرار. يعني مثلا دلوقتي خدت الحصه الاولى في الفصل الثاني مثلا ذاكرتها، جيت بعد كده خدت الحصه الثانيه، يا حبيبي راجع على الحصه الاولى ثاني وذاكر الثانيه. خدت الحصه الثالثه طول ما انا في نفس الشابتر او نفس الجزئيه، خدت الحصه الثالثه راجع الاولى راجع الثانيه وهكذا الثالثه. شوف انت كده رجعت الاولى مرات كتير، رجعت الثانيه مرات كتير، رجعت الثالثه مرات كتير، فخلاص بدا ان هي المعلومه تثبت، وممكن بعد ما تخلص ثانويه عامه تلاقي نفسك فاكرها. وانا فعلا والله العظيم لحد دلوقتي فاكر حاجات. شوف انا عدى عليها حوالي 11 سنه ولا 12 سنه، تمام، لسه فاكر حاجات كانت في الثانويه العامه بتفاصيلها. ليه؟ لان عدت عليها مره واثنين وثلاثه. واحد يقول لا مثلا راح اذاكر الدرس كله، لا ما هو انت اول مره بتذاكره خد منك 3 ساعات، ثاني مره لما تيجي تراجع عليه هياخد منك ساعه ونص، هياخد ساعه، بعد كده خلاص هتقراه. وعايز اقول لك على حاجه بقى الصح من الاخر، وانت بتذاكر بالله عليك وانت بتذاكر يعني يكون معاك ورق A4 يا باشا، الحاجات اللي انت بتماركر بيها دي، واعمل تلخيص محترم كده بورق A4، بحيث مثلا انا اخدت 5 حصص فيزياء او 6 حصص فيزياء فلخصتهم في ورق A4. لما اجي بقى بعد ال6 حصص فيزياء انا مش كل شويه هفتح الملزمه بقى، لا انا خلاص لخصت الحاجات المهمه والمفاهيم المهمه اللي انا ابقى طالع عارفها، فببدا اذاكر من الورق A4 ده. حتى ايام المراجعه بذاكر من الورق A4 اللي انا كنت ملخصه وفاكره. فحبيب قلبي مفيش حاجه اسمها عدد ساعات متواصله، الله يكرمك طلعها من دماغك. 45 دقيقه بريك 10 دقائق 45 دقيقه بريك 10 دقائق، دي نقطه. ثاني حاجه انت مش مريض ولا عندك عله ولا انت عندك مشكله نسيان ولا القصه دي كلها، ده طبيعي جدا جدا بالتكرار مره واثنين وثلاثه وبالتلخيص. لما المعلومه تعدي عليك مره واثنين وثلاثه خلاص هتثبت في دماغك، وكمان المعلومه هتتطور في دماغك وتقدر انك توظفها في التطبيقات وفي المسائل والقصه دي كلها. ويا حبيب قلبي ما تجيش جنب النوم، ما تجيش جنب الايه النوم. يعني بلاقي طلبه خلاص ثابت يومها كله وجايه جنب النوم. يعني سبحان الله، هو النوم يا حبيب قلبي يعني ضايقك في حاجه؟ النوم عامل لك مشكله؟ يعني جاي على 6 7 8
ساعات النوم وجاي عايز تاخد منهم، يا ابني احسبها بعقل. ما انت لو خدت من النوم ده هيأثر على صحتك، ولو صحتك اتأثرت تركيزك هيتأثر وهتبقى مقرف ومش هتذاكر. فبعد اذن حضرتك ما تجيش جنب النوم، سيبه في حاله بالله عليك، ما تجيش جنب النوم من 6 ل 8 ساعات. موضوع المذاكره انا عارف ان هو متعب لو انت ما بتذاكرش ولسه هتخش في موضوع المذاكره، متعب في الاول بس بعد كده هيكون بالنسبه لك ايه؟ عاده. فاتمنى ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، واتمنى تكون يعني حاولت ان انا افيدكم ببعض الحاجات نوعا ما اللي ممكن تاثر عليكم بالايجاب. واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه الباشمهندس. سي يو.